يعني ايه المغزى من ان انت حاطه بوست زي ده وبتقولي ان هي معانا على الجروب، فهي اكيد هتشوف الرساله. هو بصراحه انا نفسي مش هي اللي تشوف الرساله، انا نفسي ان الاستاذ اللي انت نزلتي وقابلتيه بالفعل هو اللي يشوف الرساله، لا يشوف راي واحده غير مراته في ايه وبالنسبه لها هي مش. مساء الخير، يا رب الجميع يكون بخير. مشكلتنا النهارده لما بقول عايز يقول لي على الخاص او عايز يكتب لي تعليقات. المشكلة بتبدأ اتعرفت على واحد من أسبوع متجوز ومخلف وجالي فضول أشوفه وأسمعه. المهم لما اتكلم معايا فون حسسني قد إيه هو وسيم وشيك وجميل ومراته مش مكفياه ومحتاج ست جميلة وإنه بيقدر الجمال كويس قوي. أول لما شفته في الواقع انصدمت، شكله صعب، قصير وبكرش وأقرع سوري يعني وقذر وأسود واسنانه مش نظيفه وريحه جلده بشعه. وده ايه، سحليه ولا انتي بتوصفي لي سحليه؟ ده حلفته في فلوس لان عنده نقص وحس اني قرفت من شكله بيشتريني بالفلوس. يعني خدت منه حوالي 6000 جنيه ودورت في الاكاونت بتاعه طلعت مراته عندي في الاصدقاء وفي الجروب هنا كمان ونعرف بعض. عاوزه اقول لها يا ريتك ما قبلتيه على شكله منك لله. هو انا مش فاهمه انت كاتبه الرساله دي ليه؟ يعني ايه المغزى من ان انت حاطه بوست زي ده وبتقولي ان هي معانا على الجروب، فهي اكيد هتشوف الرساله. هو بصراحه انا نفسي مش هي اللي تشوف الرساله، انا نفسي ان الاستاذ اللي انت نزلتي وقابلتيه بالفعل هو اللي يشوف الرساله، لا يشوف راي واحده غير مراته في ايه وبالنسبه لها هي مش طايقاه وقرفانه منه مجرد ان هي تاخد منه فلوس. ولا ههاجمك، بس لو دي فكرتك عن التعامل مع الناس ان انت تستغلي الناس، فانت محتاجه ان انت تراجعي حساباتك اولا مع نفسك ومع ربنا وبعد كده تراجعي حساباتك مع الناس، لان ما اعتقدش ان انت بالمنظر ده وبالعقليه دي وبالتفكير ده هتكوني ناجحه في حاجه في حياتك او هتكوني موفقه في حاجه في حياتك. بالنسبه لمراته على كل الصفات اللي انت وصفتيها دي، انا بقى بكلمها لو هي معانا في الجروب وشافت الرساله دي، اتمنى ان انت تكوني ست عاقله وتحافظي على بيتك، لان من الاخر انت اللي شايله اسمه مش واحده تانية. ربما زي ما انت وصفتيه كده هو بأبشع كائن على وش الارض، بس ربما هي بتحبه فشايفاه احلى الناس اجمل الناس. ما تنغصيش على حد حياته لمجرد ان هو متقبل وضع هو عايش معاه ومتعايش معاه. فانت بالنسبه لها انت مش بس بتخربي حياتها، انت بتقوميه كمان على مراته. انت بتقولي ان هو عارف ان انت قرفانه منه. طبعا اي راجل في الدنيا بيحب البني ادمه الصعبه اللي مش طايقاه لحد ما ايه يبقى شايف ان هو خلاص ملكها، فهو بالنسبه له كده دلوقتي كل تفكيره وكل انشغاله هيبقى بيكي. انا شايفه كده ان انت شايله ذنوب كتير جدا. هل انت قد ده وقد ان في يوم من الايام تتجوزي واحد وربنا يرزقك بواحده زيك تدخل حياته وتعمل معاكي زي ما انت دلوقتي بتعملي معاها؟ ما اعتقدش ان انت قد الشيله دي. راجعي تاني حساباتك، لان انت واضح ان انت تفكيرك غلط وغلط في حاجات كتير جدا. اتمنى ربنا يرزقك الهدايه ويبعد عنك مكايد الشيطان وشره. بعدي عن البني ادم ده لوجه الله، ويا ريت ما تفكريش تخربي حياه حد في يوم من الايام لمجرد ان هو متقبل حياته وعايشها. ما تعرفيش هي متقبلاه ازاي او هي حباه ازاي، انت ما تعرفيش ده. مش محتاجه ان انا اقولك نصيحه اكتر من كده، انتبهي من عقاب ربنا. ربنا يحفظك، واتمنى ان لو مراته شافت البوست وقدرت ان هي تعرف هو مين، كوني ست عاقله، ما تخربيش بيتك، ما تديش الفرصه لحد، وحاولي ان انت تصلحي من نفسك ومن علاقتك بزوجك. حتى لو هو راجل بسباص وبيعرف بدل الواحده 10، المهم مين اللي شايله اسمه في بيته. خدي بالك من نفسك كويس ومن بيتك ومن جوزك. ربنا يحسن اعمالنا جميعا ونكون كلنا بخير ونعرف نفكر صح. باي باي.